نشر قوات مصرية مؤقتة في غزة وارد بقرار أممي. طبعا أول ما الكلبة الحيضة اللي اسمها بدر عبد العاطي حرامي السجاد وبختنا الأسود أخرت بختنا الأسود في مصر سابقا والزريبة حاليا، أول ما يقول لك وارد تعرف إن هم قعدوا وخططوا ودبروا. وطبعا زي ما شفتوا كده ايام تحرير الكويت ما لقوش حد يرجع في توابيت وارخص من جيش الكفته والبيتيفور، خدوه حطوه رموه في الصفوف الاماميه في تحرير الكويت. حرب العراق مع الكويت لو تفتكروا، واجتياح العراق كان هو الجيش المصري جيش مرتزق طول عمره. وطبعا في اتفاقيه امنيه من 2018 2017 2018 ان الاجواء المصريه ارض مصر سمائها مائها، في ربط او دمج بين الاتصالات الجيش المصري بربطها بالجيش الامريكي. يعني اصبح رسميا الجيش المصري مجرد مرتزق بينفذ كل اللي بيقوله الجيش الامريكي، يعني كانه كده بيس او كانه ميليتري بيس موجوده في ارض مصر. بس طبعا هم بيشتغلوا الشعب العبيط ان مفيش قواعد عسكريه امريكيه على اراضي مصريه، ولو ان هو موجوده وقوامها 500,000، وهو الجيش اللي بيقولوا عليه بتوين كوتيشن جيش مصري، وهو لا جيش مصر ولا مصر تعرفوا اصلا. والجيش دوت هو هيفضل موجود كده علشان يقطع أرض مصر، ينكل بالشعب المصري وينفذ أوامر الأمريكان، واللي يفشل فيه الصهاينة اللي هم الخنجر في ظهر الأمة الإسلامية كلها والشرق الأوسط ينفذوا طبعا الجيش المخصي العظيم، قصدي الجيش المصري العظيم، جيش الكفتة والبيتيفور، ابني وابنك أخويا وأخوك ابن خالتي وبنت عمة خالة أمك، ينفذوا، لأن دولت جنود رخاص ملهمش قيمة. انت شفتوا الصهاينة بيصطادوهم على الحدود ومحدش بيدور عليهم ولا حتى بتطلع لهم جنازات عسكرية، وبيتقال عليهم عنصر أمني. اشتباكات وعنصر امني ورصاصه طايشه ونيران صديقه، ويطلع بدر عبد العاطي حرامي السجاد اللي كان بيسرق مقتنيات السفاره المصريه في المانيا، وطلع بفضيحه، وعمل فضيحه اوسخ منها ان هو طلع الا لما كان بيشتغل في بروسلز كان بيعمل جرائم خطف وهو جوه السفاره، بيشتغل جوه السفاره بيخطف المواطنين يدخلهم عنوة جوه، وكمان بيعمل انسايتنج لجرائم ان هي تحصل.